بقى الزبادو بالمانجا معانا بالطريقه دي. طعم واللون والقوام تحفه، واوفر وانضف من بره. زبادو بالمانجا. ممكن تعملي الزبادو ده باي طعم تاني، باي فاكهه تانية. تابعيني بقى وشوفي الوصفه، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ويلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن شاء الله النهاردة وصفة معانا جميلة جدا، وهي عصير أو زبادو بالمانجا. هنا معايا 3 زبديات كبار، هنحطهم يا حبايب قلبي، هننزلهم في الخلاط. يفضل ان يكون الزبادي بلدي كده من عند اللبان، ما يبقاش زبادي يعني اللي هو الشركات، تمام، عشان بيدي دسامة وطعم احلى. هنا عندي منجاية متوسطة كده، انت عايزة تحطي منجاية كبيرة مفيش مشكلة خالص. ومن عايزه تحطي برضو سكر حطي، انا ما بحطش سكر عشان المانجا دي اصلا مانجا سكري، المانجا الصفرا دي مانجا سكري، فما بتبقى مسكره قوي. فانت بقى على حسب ذوقك، هتستكفي بالسكر مثلا بتاعت المانجا بتاعتك ماشي، عايزه تحطي سكر زياده تمام مفيش مشكله، السكر على حسب الرغبه. بس انا هنا في وصفتي هستكفى بالسكر بتاع المانجا. هنا باخد بقى المانجايه وبقشرها كده على خفيف خالص، بشيل القشره بتاعتها على قد ما اقدر، ما اخدش من اللحم بتاعها كده زي ما انتوا كده شايفين يا حبايبي. وبشيل الزر بتاعها من فوق كده اللي هي الحته السوداء، وابتدي ان انا اقشرها كلها داير ما يدور. وانزل بقى قطع اللحمه بتاعت المانجا على الزبادي في الخلاط، في شفشق الخلاط. ممكن تعمليها بالهاند بلندر عادي، مفيش مشكله. هي المانجا إذا كانت مستوية تبقى أحسن، بس المانجا يبقى ناشفة شوية علشان تقدر تتحكمي وتقشريها كويس، ما تتهدرش منك يعني. كده بشيل بقى كل اللحمة من العظمة بتاعت المانجا البذرة. لو انت بقى وصلتي معايا لغايه هنا، يا ريت ما تنسينيش في لايك وتعليق حلو وشير منك ليا. هنا كده بقى طبعا القوام هيبقى تقيل، فانا هنا زودت ميه ساقعه او ميه متلجه. تمام يا حبايبي. طيب المانجا بتبقى ساقعه برضو، والزبادي بيبقى ساقع. احنا عايزين بقى حاجات كده ساقعه كده ومرطبه في عز الحر بقى وايه والصيف اللي احنا فيه. طب ميه قد ايه؟ زي كوبايه ميه صغيره كده على 3 كوبايات زبادي والمانجايه، واضرب كل الكلام دوت في الخلاط. بس كده. انت بقى لو عايزه تبدلي بدل الميه لبن يبقى احسن واحسن. بس الميه طبعا مع الزبادي مع المانجا تحفه برضو، الطعم طلع خطير، والقوام برضو تقيل زي بتاع الزبادو، احلى من بتاع بره وانضف بكتير. ادي بقى القوام بتاعه، هنصبه كده مع بعضينا في كوبايتين. بصوا القوام تحفه وخطير. لو انت اول مره تشوفي قناتي يا ريت تشتركي في القناه وتفعلي الجرس علشان يوصلك اشعارات القناه. ويا رب تكونوا جربتوا اخر وصفه كانت معانا، وصفه الحواوشي كانت خطيره. اوريكم اهو هشرب لكم بقى منه دلوقتي، طعمه خطير تحفه يا بنات، جربوه مش هتندموا. مع السلامه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مع السلامه. كده بقى بص يا حبيب قلبي، كده بقى الزبادو بالمانجا تعمليه وتشتريه، بدل ما تشتريه يعني بالغالي لا اعمليه في البيت وهيبقى انضف واوفر معاكي في الفلوس. بصوا شكله بسم الله ما شاء الله، والقوام حلو قوي. وغير احنا شربنا كوبايه زي دي، وفي دي من 3 زباديات ومانجايه واحده، يعني ما شاء الله. يعني لو الكوبايه دي مثلا بره بمقام الازازه الصغيره ب 23 جنيه ولا حاجه، لا انت هتشتري 3 زباديات او زبادتين وتزوديهم ميه خفيفه قوي زي ما احنا شفتي كده، وان شاء الله الطريقه هتعجبك.